على فكرة كله بيترد، كل حاجة في حياتك بتترد، سواء حلو أو وحش، خير أو شر. كل حاجة بتلف وترجع لأصحابها. أمانتك للناس، إخلاصك للناس، حبك للناس بيلف ويرجع لك. كل حاجة مهما راحت أو لفت أو جت هي عارفة صاحبها وبترجع له. تطلع صدقة أو خير يرجعوا لك رحمة، ترجع لك صحة، ترجع لك ستر. تساعد حد ما تعرفوش النهاردة، ربنا بكرة يبعت لك حد ما يعرفكش يساعدك بكرة وبعد بكرة. تطيب خاطر حد بكلمة، وتسند حد بكلمة، وتطبطب على حد بكلمة، تلاقي كومة كبيرة جدا من التشجيع والستر والصحة تضلل عليك في حياتك، وتسندك في حياتك، وتقف جنبك في حياتك. حتى الأذى صدقوني محدش بيأذي، بيجرح، بيظلم إلا وبرضه بيحصل معاه وبيتردله. نفس اللي عمله مع الناس بالظبط بيتردله، حتى لو طال الزمن بيتردله. عشان كده ازرع خير تلاقي خير، ازرع أمانة مع الناس، خليك أمين، خليك دايما بتداول المشاعر، خليك دايما صادق مع الناس اللي حواليك، لأن اللي انت بتعمله النهاردة هيتردلك بكرة أو بعد بكرة، المهم هيحصل. وصدقوني أنا عشت واتعلمت وشفت حاجات كتير، إن الخير دايرة والشر دايرة، والاتنين راجعين، بتلف وبترجع لك. اوعى تفتكر ان الدنيا مش مدارة، اوعى تفتكر ان الحياة ماشية سبهللة، اوعى تفتكر ان الامور سايبة خالص، ولا الكون ماشي كده وخلاص. الكون ليه اله ضبطه، القوة العظمى، الله ضابط الكل. هو بيضبط كل شيء، بيضبط مشاعرك، بيضبط مخاوفك. بس انت اصبر، اصبر بس، اصبر وانتظر، والله لا ينسى ثقتك، انتظارك، لا ينسى قلب أرهقه الانتظار. لأن عند ربنا حرفيا مفيش حاجة بتضيع أبدا، كل حاجة موجودة، كل حاجة موجودة عند ربنا ومنتظراك. عشان كده اتعلم انك تكون أمين مع الناس، أمين في كلمتك، أمين في وعودك، أمين في مشاعرك. اوعى تجرح مشاعر حد أو تأذي مشاعر حد، لأن المشاعر دي غالية جدا عند أصحابها وعند ربنا. واوعى حد يصرخ لربنا عشانك، او ان انت تكون اذيته، او انت تكون وجعته، او تكون انت ظلمته او جرحته، لان الصرخات دي ربنا بيسمعها. فخليك انت مصدر الامان، خليك انت تقف قدام ربنا وتقف قدام نفسك وتشكر ربنا ان انت كنت امين مع كل الناس الموجودين في حياتك وكل الناس اللي قابلتهم في حياتك. لان الامانة هي افضل شيء بيدخلك يعني مكان السماء او الجنة عند ربنا، لان بالامانة كل شيء بيبقى حلو في حياتنا.